ما ينفعش الست في البيت هي اللي تقف مع الصنايعي لحد ما يخلص الشغل، بيحصل بلاوي زرقاء والله. ما ينفعش الست هي اللي تودي النادي وتقف تتكلم مع الكابتن بتاع السباحة وبتاع التنس وبتاع الجمباز وتتعامل معاهم وتدي لده رقم تليفونها وده رقم تليفونها وده رقم تليفونها. ده بيخرب الدنيا. في فضايح بتحصل مع الكباتن بتاع السباحة وبياخدوا ارقام التليفونات وبيعملوا بلاوي زرقاء. الحتة دي مش من اختصاصات الست. الراجل هو اللي يروح يدفع الفلوس للنادي، هو اللي يقف مع الصنايعي لحد ما يخلص الشغلانه بتاعته. ما ينفعش الست هي اللي تتصدر في المشاكل بتاعت الجيران وهي اللي تقف للرجاله بتاعت الجيران وتتكلم معاهم، او الست هي اللي تدفع الايجار للمالك بتاع البيت اللي حضرتك مأجره. ما ينفعش الست هي اللي تروح تودي ابنك للحلاق وتقف جنب الحلاق لحد ما يخلص للولد الحلاقه. انا عارف ان انت مضغوط وطلعان عينك والله العظيم وما عندكش وقت، بس دي مش من اختصاصات الست ان هي تتعامل مع الرجاله كده وجها لوجه وتقعد تقول اصل انا مراتي وانا بثق فيها وهي ب100 راجل. انا عارف والله ومش بشكك الناس في بعضها ولا بشكك العلاقات في بعض، بس دي اختصاصات الراجل. انت اللي تقف لابنك لكل حاجه، انت اللي تقف مع الصنايعي، انت اللي بتعمل كل ده، انت اللي تقف مع الجار لو حصل اي حاجه، انت اللي تدفع الايجار بتاع البيت بتاعك للمالك مش مراتك. لو تعاملات الست مع الرجاله كترت وبقى رقم تليفونها مع رجاله كتير بيحصل مشاكل وخراب بيوت.